هلا وحبايب. الفيديو اليوم يتضمن شرح مفصل عن الكيتو كلاسيك وشنو المسموحات بالكيتو كلاسيك. طبعا كثير أسئلة تجيني عن شنو المسموح بالكيتو كلاسيك، وإن شاء الله هذا الفيديو اليوم يوضح لكم هذه المسموحات. طبعا احنا بالكيتو كلاسيك راح نحتاج كارب وبروتين ودهون. بس قبل لا نبدي بالشرح أتمنى ما تنسون تشتركون بقناتي وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. أول شيء راح نبدي بالخضار الورقية. طبعا هواية تجيني أسئلة عن الخضار الورقية وشنو هي الخضار الورقية. أنا بالنسبة لي الخضار الورقية هي كل الخضار اللي شكلها مثل ورق الشجر، فممكن تشمل السبانغ، الكرفس، البقدونس، روزماري، الشبنت، الزعتر، أي خضار ورقية. مثلا هسه هاي الخضار الورقية هي خضار مشكلة، أكو أنواع بيها ما أعرف هي شنو، بس أنا أستخدمها عادي ضمن الكيتو كلاسيك. فأي خضار شكلها مثل الورق ممكن تستخدموها بالكيتو كلاسيك. مثلا هسه هاي البقدونس، الكزبرة هنا تشوفوها واضحة. طبعا هاي خضار اسمها كولارد، ما أعرف هي شنو بس شكلها ورقي، أنا هم أستعملها مرات. هذا السبانغ أو السبانخ هم مسموح بالكيتو كلاسيك. والسلق طبعا أكو السلق الأحمر والسلق الأبيض، اثنينهم مسموحات بالكيتو كلاسيك. شوفوا الورق هيك شكله ورقي، هذا المسموح بالكيتو كلاسيك، هذا معنات الخضار الورقية. نجي على الملفوف أو اللهانة. اللهانة طبعا بها نوعين، اللون الأبيض أو الأخضر واللهانة الحمراء، اثنينهم مسموحات بالكيتو كلاسيك بس بكمية محدودة. يعني أنا آكل ورقتين أو 3 فقط باليوم مو أكثر. وكذلك الخس مسموح بالكيتو كلاسيك بس بكمية محدودة، يعني ورقتين 3 بالزايد باليوم. طبعا من آكل لهانة أو ملفوف ما آكل خس، يعني نحاول نقلل من عنده لأن بيه كارب عالي. نجي على مصدر البروتين اللي هو طبعا نبدي بالبيض، والبيض هو مصدر جيد للبروتين. أنا أستخدم النوعية الأورجانيك لأن الأورجانيك ما بيه زفرة عالية حتى أتخلص من طعم الزفرة بالأكل. فهذا البيض الموجود، أكل أورجانيك أكل المصنع. طبعا عدة ماركات بالبيض. والمصدر الثاني للبروتين هو اللحوم كل أنواعها، مثل اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، السمك والأكل البحري. مثلا الدجاج، كل أجزاء الدجاج مسموحة بالكيتو كلاسيك، صدر، أجنحة، أفخاذ، حواصل، قلب، كبد، كله مسموح بالكيتو كلاسيك. هذا الكبد مال الدجاج مثل ما تشوفوه. هذا القلب كله مسموح بالكيتو كلاسيك. اللحوم الحمراء طبعا تتضمن اللحم البقري ولحم الغنم، اثنينهم مسموحات بالكيتو كلاسيك. وأيضا الكوارع، الباتشا بالعراقي، واللسان والكبد والقلب والحواصل، جميعها مسموحة بالكيتو كلاسيك. هذا الديك الرومي همين هنا مقطع، ممكن كامل أو مقطع تستخدموه بالكيتو كلاسيك عادي ضمن البروتين المسموح.
وهذا لحم الديك الرومي المفروم. وأكيد السمك مسموح بكل أنواعه، النوعية الفريش الغير متبل. ممكن تجيبون سمكة كاملة أو مقطعة وتستخدموها بوجباتكم الكيتو كلاسيك. وكذلك هذا الأكل البحري، الروبيان، المحار، الكراب ليجز، كلها مسموحة بالكيتو كلاسيك، بس أهم شيء ما تكون متبلة، لأن ما نعرف شنو نوعية الملح والتوابل المستخدمة للتتبيلة. وهسه نجي على مصدر الدهون. طبعا هذا الزبد، هواية تجيني أسئلة عن الزبد وشون نعرف هو حيواني أو نباتي. طبعا هو بس الزبد الحيواني مسموح بالكيتو كلاسيك وبالكيتو بصورة عامة. شون نعرف هذا الزبد حيواني؟ أنا أعرف هذا زبد حيواني من أشوف صورة بقرة عليه، ما أعرف أقرأ المكونات. شوفوا هاي صورة بقرة على الزبد، إذن هذا الزبد مسموح بالكيتو كلاسيك أو بالكيتو بصورة عامة. شوفوا صورة البقرة، هاي النوعية المفضلة عندي طبعا، واكو هواية أنواع. شوفوا هذه هم عليها صورة بقرة، معناها هذا زبد حيواني. هذه كذلك. بالنسبة للشحوم الحيوانية جميعها مسموحة بالكيتو كلاسيك. طبعا أنا ما عندي فيديو للشحوم الحيوانية لأن ما متوفرة يمي، بس جميعها ضمن المسموحات. وطبعا زيت الزيتون هم مسموح بالكيتو كلاسيك، وكذلك زيت الأفوكادو، زيت جوز الهند، وزيت السمسم مسموحات ضمن الكيتو الكلاسيك. طبعا هذه الزيوت فيها مخصصة للطبخ وفيها مخصصة للسلطة، فلازم تعرفون الفرق. مثلا هسه هذا الافوكادو اويل مكتوب عليه هاي هيت، معناها يتحمل درجة حرارة عالية، فنقدر نستخدمه بالطبخ. وكذلك هذا زيت جوز الهند ميديوم هيت، يعني درجة حرارة متوسطة. هذا زيت السمسم. فالزيوت المكتوب عليها للقلي أو للطبخ هذه مسموحة للطبخ. شوفوا هذا كوكينج اويل. بالنسبة لزيت الزيتون من تشوفون مكتوب عليه اكسترا فيرجن، معناها هذا زيت الزيتون للسلطة فقط، ما يصير نطبخ به. شوفوا اكسترا فيرجن، هذا زيت زيتون السلطة. أما زيت زيتون القلي فمكتوب عليه، شوفوا مكتوب عليه for grilling، هذا للشوي الخارجي. وأكو نوعية ثانية مكتوب عليها للقلي والشوي بالفرن، هاي النوعية مكتوب عليها for frying and baking، فهذا يكون مخصص للطبخ فقط وليس للسلطة. طبعا أنا أفضل زيت الزيتون القلي لأن ما بيه أي طعم إضافي مثل طعم الزيت العادي. هذا شكل زيت جوز الهند الجامد، وهذا أوليف أويل كوكينج للطبخ. طبعا هاي الأنواع الموجودة. هذا أوليف أويل سبراي. بالنسبة للبهارات جميعها مسموحة بالكيتو كلاسيك باستثناء الثوم والبصل والبهارات المخلوطة مع أملاح ما نعرف شنو مصدرها، هذه ما تكون ضمن الكيتو كلاسيك. أما البقية فكلها مسموحة بالكيتو كلاسيك وممكن تستخدموها. طبعا أكو هواي أنواع بهارات. بالنسبة للأملاح نستخدم ملح الهيمالايا أو الملح البحري أو ملح الكوشر، وهذه هي الأملاح المسموحة بالكيتو بصورة عامة وبالكيتو كلاسيك كذلك. وبالنسبة للسوائل لا تنسون المياه جدا مهمة خلال الكيتو وخصوصا الكيتو كلاسيك. وطبعا ضمن السوائل المياه الغازية، طبعا المياه الغازية اللي هي صافية بدون أي مطيبات أو مطعمات، وتكون فقط ماء وغاز لا أكثر. هاي طبعا من انتو كيتو كلاسيك ومشتهين فشي غازي تستمتعون به بعد الوجبة. هذه المشروبات الحارة طبعا مسموحة، اللي هي الشاي أو الشاي الأخضر أو القهوة أو شاي الأعشاب، طبعا كلها تكون مسموحة بدون أي إضافات، بدون أي محلي وبدون أي مطيبات أو مطعمات. وإن شاء الله بهذا الفيديو نكون غطينا جميع المسموحات بالكيتو كلاسيك واستفاديتوا من عنده،
وأشوفكم بخير إن شاء الله. باي.